لماذا لا نحتفل برأس السنة الميلادية؟ في إحدى الليالي عاد سليم إلى البيت وهو يحمل سؤالا في قلبه. جلس بجانب أمه وقال: أمي، أصدقائي سيسهرون الليلة للاحتفال برأس السنة، لماذا نحن لا نحتفل مثلهم؟ ابتسمت الأم وقالت بلطف: سؤال جميل يا سليم، وتعالى أحكي لك. نحن المسلمون يا بني لنا أعيادنا التي اختارها الله لنا، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى. هذه الأعياد ليست مجرد فرح، بل شكر لله وطاعة وعبادة. تردد سليم قليلا وقال: لكن يا أمي، صديقي مسلم ومع ذلك يحتفل برأس السنة. هزت الأم رأسها وقالت بهدوء: صحيح يا بني، بعض المسلمين يفعلون ذلك، وكل إنسان يحاسب على اختياره، ولكن ليس كل ما يفعله الناس هو الصواب. ثم أضافت: نحن لا نقيس أفعالنا بما يفعله الآخرون، بل بما يرضي الله. ديننا علمنا أن لنا أعيادا محددة نعبر فيها عن فرحنا وشكرنا لله. فكر سليم قليلا ثم سأل بفضول: لكن يا أمي، نحن نحب سيدنا عيسى عليه السلام، أليس كذلك؟ ابتسمت الأم بحنان وقالت: نعم يا سليم، نحن نحب سيدنا عيسى عليه السلام، ونؤمن أنه نبي كريم أرسله الله، ونحترمه ونوقره. ولكن بعض الناس يعتقدون في سيدنا عيسى اعتقادات لا نؤمن بها نحن المسلمين. سأل سليم ببراءة: وهل لهذا لا نحتفل معهم؟ قالت الأم بهدوء: نعم يا بني، نحن لا نمتنع عن الاحتفال لأننا نكره الفرح، ولا لأننا نكره الناس، بل لأن مشاركتنا في هذا الاحتفال قد تعني موافقتنا على اعتقادات لا نؤمن بها. رفع سليم رأسه وقال بابتسامة: إذن يمكنني أن أبدأ سنتي بدعاء لا بألعاب نارية؟ ضحكت الأم وقالت: نعم يا سليم، فالدعاء يضيء القلب أكثر من أي ضوء في السماء. العبرة من هذه القصة أننا نحن نحب الفرح، ولكننا نعتز بديننا وهويتنا، ونفرح بما يرضي الله عز وجل. أتمنى أن تنال هذه القصة إعجابكم. دمتم سالمين.